السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع رمضان؟ ان شاء الله راكم تفوتوه بخير وعلى خير. المهم اليوم فيديو جديد، جيت نبارطاجي معكم هاد الميني بيتزا كيجيو بنان ما شاء الله وشاش. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله، وتبعوا الفيديو حتى الاخير. وهنا نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا عندي كاس تاع الحليب يكون شويه دافي وكاس تاع الماء. هنا نحتاجو الخميره تاع الخبز، واحد الساشي ولا معلقه كبيره، ونحتاجو واحد معلقه صغيره تاع السكر، وهنا غادي ندير شويه زعتر. مهم على حسابكم، الا بغيتو تضيفوه الا ما بغيتوش ما تضيفوش، هو كيجي بنين في البيتزا. هنا كما كتشوفوا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى نحصل على واحد القوام يكون مطلوق، ما يكونش قاصح. مهم حتى الاخر غادي نوريكم كي يكون القوام ديالو. وهنا غادي نضيف واحد المعلقه تاع الملح صغيره، وهنا عندي واحد نص كاس تاع الزيت الزيتون غادي نضيفها في الاخير. وهذا هو القوام ديالها، كتجي خفيفه ما كتجيش قاصحه، كتجي مطلوقه. المهم غادي نخليها ترتاح هكا واحد الساعه، وعاد نبدا نخدم بيها. هنا من بعد ما خليتها غادي نبدا نخوي بيها هذاك الهواء اللي فيها. كما تشوفوا العجينه كتجي مطلوقه ما كتجيش قاصحه. وهنا غادي ندوزو للتعميره نتاع البيتزا. مهم نتوما ديروا اللي عندكم في الدار، اللي متوفر عندكم. انا هنايا متوفر عندي هاد الفلفله حمراء، الفلفله خضراء، بشويه بصله، شامبينيون، طون. نتوما ديروها على حسابكم. وهنا غادي نشكلها على شكل كويرات صغار بهذا الشكل. شوفوا العجينه تجي مطلوقه بحال اللي دلكتها بزاف بزاف، وهي غير دلكتها واحد 5 دقائق. هنا غادي نجيب واحد الكاس، غادي ندهنو شويه بزيت الزيتون، وغادي نبدا نقرص فيه في الوسط نتاع البيتزا كما كتشوفوا في الفيديو. نخليو الجناب ديالها شويه منفوخين، نديرو غير فين تعمر، غادي نقرصو غير فين تعمر لاصوص وهذاك الخضره ديالنا. المهم غادي نكمل كاع البيتزا اللي عندي، وكما كتشوفوا راها باينه الطريقه في الفيديو. هنا نحتاجو لاصوص طوماط، انا شريتها جاهزه. مهم نتوما الا بغيتو ديروها في الدار اسهل طريقه، كديروا مطيشه والفلفل احمر ولا اخضر، شويه زعتر، زيت الزيتون، واحد الثومه، وطيبوها شويه وتميكسيو كامل لاصوص. طريقه سهله ماشي صعيبه. المهم انايا غادي نعمر البيتزات اللي عندي. انا غادي نعمر كاع البيتزا اللي عندي. وهنا غادي ندير الخضر اللي عندي، غادي ندير شويه بصله، شويه فلفله حمراء، فلفله خضراء، شامبينيون، شويه طون والزيتون. وانتم عمروا البيتزا ديالكم اللي موفر في الدار واللي كتبغيو تاكلوه. مهم كل واحد على حسابه، كاين اللي يبغيها بالطون، كاين اللي يبغيها بالدجاج، بالكفته، صاديبو كل واحد شنو يبغي وشنو متوفر عنده في الدار. المهم كما قلت لكم غادي نزيد عليها الطون.
وهنا غادي نزيد فوقها فرomاج غابي تاع موزاريلا. مهم هاد الفرماج هو اللي كيجي مليح في البيتزات، كيجي مذوب وماشي قاسح، كيجي بنين في البيتزات. من الاحسن الا كان عندكم متوفر ديروا هادي تاع الموتزاريلا. المهم كما قلت لكم غادي نعمر كاع البيتزات اللي عندي وغادي نديرها في الفور، يكون اعلى درجة، يكون سخنته ديجا وما تاخدش بزاف الوقت، واحد هكا 20 دقيقة 15 دقيقة على حساب الفور اللي عندكم. هنا غادي ندهن الجوانب بزيت الزيتون باش يتحمروا، ولا بغيتو تدهنوهم بالاصفر تاع البيض تقدروا تدهنوهم. وهنا من بعد ما طابوا هذا هو الشكل النهائي، كيجيو هشاش وبنان. ما شهيتكم حقكم في الجنة ان شاء الله. هذا هو الفيديو تاع هذا النهار، كانت ميني بيتزا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، وما تنسونيش بلي لايك والاشتراك والبارطاج اللي عجبكم من الفيديو فضلا وليس امرا. وبارك الله فيكم ورمضان كريم. الى فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامة.